السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنخزن النهاردة مع بعض كده القلقاس، برضو كان الطلب مني. دي كانت حزمة كزبرة كنت غسلها كويس، ده سلق. شلت العيدان اللي هي الناشفة بتاعته وخليت الورق بس. غسلته طبعا وهقطعه كويس. وطبعا كنت مقشرة توم. حطيته بقى في صينية كبيرة كده لأنه بيبقى منفوش قوي في الأول، وحطيت عليه سمن وهولع بقى عليه. خلي السمنة كده في النص عشان تنزل في الصينية وتسيح كده. وتسخن لي يعني السلق كده. هفضل أقلب فيه كل شوية، وخلي النار هادية عليه. يعني علي شوية وهدي شوية لغاية، لأنه بياخد وقت شوية. كل دي كده مراحل تسوية، أنا حبيت أوريها لك عشان إيه، في ناس بتعمله أخضر شوية بيبقى حلو برضو، بيبقى جميل. بس أنا بحبه كده يكون السلق متحرمش كده وناشف مقرمش. كده السلق خلاص دخل في السوا. نزلت عليه كده بشوية توم، لأن طبعا السلق ده كتير، ده خزين. نزلت عليه برضو بشوية توم مش قليلين، هو كده بالنسبة لي كتير، يعني ممكن انتي لو حابة تكتري كتري. كده هما دول بس سلق وكزبرة. كده السلق دخل شوية كده في السوا. هبدأ بقى ان انا ايه، يعني ادوس على التوم كده عشان يطلع ريحته، وعشان برضو لما اجي ادقه يبقى التوم من جوه خلاص كله استوى واتحمص. ما يبقاش فيه حاجة طرية وحاجة ناشفة، لان انا عاوزاه كله محمص. السلق مع الكزبرة مع التوم كله يتحمص. كده هو خلاص قرب يعني ان هو يستوي. لما اطفي عليه بقى خالص، مش هدقه وهو لسه سخن، عشان طبعا السمنة ما تطرطش كده وتلسعنا. فهستنى عليه لما يهدى وادقه عادي خالص بالايد الهون. او لو حابة تحطيه في الكبة حطيه، بس انا بحب ادقه كده على قديمه، يعني بحب الطريقة القديمة. ادقه بقى بايد الهون كده واستنى عليه. بصي هو كده المفروض بيعمل صوت خرفشة، بس طبعا انا وقفت الصوت لان كان الصوت عالي قوي، وسجلت تاني بعد ما خلصت. كده انا حطيته في اكياس وقسمته كده التقسيمات دي على اساس اقطع استعمل منه على طول. طبعا لما دخل الفريزر ما بقاش شكله كده خالص. دي القلقاسة انا هقشرها كده. كانت كبيرة، انا بحب اجيب واحدة بس، ما بحبش اجيب كذا واحدة، لان بيبقى فيها ساعات مستوي ومش مستوي. فهي واحدة خلاص، هو بيبقى سواها واحد. بتبقي متأكدة انك انتي بدل حتة استوت يبقى خلاص كله هيستوي. كده انا قشرتها وقطعتها. هنقعها بقى، هسيبها منقوعة كده براحتها خالص عشان اطلع اللي هو المادة اللزجة اللي فيها دي. كده هفضل اغسل فيه بقى لغاية ما يطلع النشا كده زي ما قلتلكوا، والاقي المية بتاعته بقت بيضة خالص. بعد ما الاقيه كده المية بتاعته بيضت خالص، هسيبه في مصفى علشان ينزل كل المية اللي فيه. وبعد كده بقى هعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. لو لقيت فيه حاجة صفرة كده زي اللي باينة دي كده، هوريها لكم، هقطعها عادي واشيلها، لان دي مش هتستوي دي. هتفضل قاسية كده فيه. وبعد كده بس خلاص، اهم حاجة يتصفى بس من المية اللي فيه دي. وهعبيه في اكياس من غير اي حاجة، ولا تشويح ولا سلق ولا اي حاجة. وهحطه بقى في الفريزر. ولما هطلع القلقاس على الحل على طول، من غير وهو مجمد، من غير ما يفك ولا حاجة. وهحط بقى عليه لما يستوي، هحط السلق. انا كنت منزلة القلقاس عمايله عندي موجودة في القناة، جربوه بقى وقولوا لي كده رأيكم ايه. ألف هنا. كل سنة وانتم طيبين.